في الفيديو النهارده جايب لك موضوع مهم جدا بعيد عن التمرين والرزع والفرهده. فيديو النهارده فيديو مختلف جدا، هنتكلم عن اشهر مصطلحات في لعبه كمال الاجسام. عايزك تبقى مركز معايا طول الحلقه. يلا بينا نتكلم. احلى مسا عليكم يا جماويه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم محمد عواد. الفيديو النهارده هيبقى فيديو ممتع جدا. هتكلم عن اشهر مصطلحات في لعبه كمال الاجسام. ليه مصطلحات كمال الاجسام مهمه ولازم انك تعرفها؟ انا واحد في بدايه لعبه كمال الاجسام وفي بدايه الجيم عندي كنت دايما ويوميا لازم اتعلم حاجه جديده في اللعبه. كنت يوميا بفتح فيديوهات لناس عرب وناس اجانب. في اوقات كتير قابلتني اني ببقى سامع شويه مصطلحات مش عارف معناها. فالفيديو النهارده هيقولك على اغلب المصطلحات اللي ممكن تسمعها وتبقى مش فاهم معناها. فعايزك مركز معايا واسمع الحلقه للاخر. عايز اقولك كمان انك كواحد مبتدئ في اللعبه او متقدم شويه لازم تبقى فاهم كل المصطلحات اللي هتسمعها عشان تبقى عارف معناها. انت واحد لازم تثقف نفسك بشكل دوري، لازم يوميا تبقى عارف ايه اللي بيحصل وايه اللي بيجرى في لعبه كمال الاجسام. لازم يوميا تتعلم حاجه جديده. اللعبه بحر كبير جدا، الموضوع مش سهل زي ما انت متخيل هتقدر تلمه في اسبوع او في شهر او في سنه. انا لحد دلوقتي لسه بتعلم. اغلبيه الكباتن اللي بتشوفهم لسه بيتعلموا. اللي يقولك انا فهمت كل حاجه عن لعبه كمال الاجسام يعرف ان هو بيسوحك وانه ما بيفهمش اي حاجه. طب انا عايز اسالك سؤال، في حاجه اعلى من مستر اولمبيا في اللعبه؟ اكيد لا. مستر اولمبيا دي تعتبر اعلى بطوله في لعبه كمال الاجسام. الناس اللي بتشارك فيها بتبقى محضره مع دكاتره ومدربين على اعلى مستوى. ناس زي هاني رامبود، كريس اسيتو، جورج فرح. الناس دي تعتبر اعلى مدربين في اللعبه. بالنسبه للناس اللي بيدربوهم اللي بيخشوا مستر اولمبيا، عادي جدا تلاقيه يوم المسرح ويوم البطوله شكله وحش، معبي ميه، عضلاته صغيره، مع انه كان من اسبوع كان شكله جامد جدا وشكله هيخش يفرتك المسرح. ده ليه؟ ده من الاخطاء اللي بيقعوا فيها. فاللي بيقول لك انا عارف كل حاجه عن اللعبه اعرف ان هو بلح. عايزين نخش في موضوع النهارده عشان ما نطولش الحلقه. اول مصطلح اللي هو كاتنج وعكسها بالكينج. الكاتنج اللي هو التنشيف. يعني ايه تنشيف؟ يعني انت دلوقتي واحد عايز تنزل الدهون اللي في جسمك كلها، عايز تبقى شكلك بيرفكت. كاتنج يعني بتنزل الدهون اللي في جسمك كلها. البالكينج عكسها. البالكينج يعني جسمك بيزيد عضلات ودهون بس بتبقى دهون قليله، بتبقى فاتح في الاكل شويه. الكاتنج يعني انت بتبقى عامل دايت وبتنشف الدهون اللي في جسمك. ده كده اول مصطلح. تاني مصطلح هايدريتد ودي هايدريتد. ممكن تسمعها كتير في ناس بتتمرن في الجيم. هايدريتد يعني كده انت جسمك ما فيهوش ميه، كده عندك جفاف في جسمك. هايدريتد طبعا العكس، يعني جسمك فيه ميه. فنصيحه اما تبقى في الجيم لازم يبقى جسمك هايدريتد، يعني عمال على بطال عمال تشرب في ميه في الجيم. يبقى احنا كده قلنا تاني حاجه اللي هو هايدريتد ودي هايدريتد. دي هايدريتد يعني جسمك جاف ما فيهوش ميه هيعرضك لاصابه، مش هتعرف تتمرن كويس. عامه ما ينفعش يبقى جسمك جاف. ثالث حاجه الانتنس والفوليوم. ممكن تسمع جوه الجيم برضو المدربين الاجانب بيتكلم تمرين يبقى انتنس تريننج وفوليوم تريننج. الانتنس يعني تتمرن بمجهود كبير وفي وقت قليل بدون راحه كبيره، يعني تخش المجاميع ورا بعض كله ورا بعض. الفوليوم عكسه، عدات كتير مجاميع كتير ممكن تاخد وقت راحه اكبر شويه. يبقى الانتنس تريننج حاجه والفوليوم تريننج ده حاجه تانية. الانتنس بتعمل مجهود كبير في وقت بسرعه. الفوليوم يعني بتعمل تكرارات كتير، عدات كتير، اشكال كتير. رابع مصطلح اللي هو الريبس والسيتس. الريبس اللي هي العدات او التكرارات زي ما انت هتسميها. السيتس اللي هي المجاميع، يعني كل مجموعه بيبقى فيها مثلا عدد تكرارات. خامس مصطلح هايبرتروفي وريكفري. الهايبرتروفي انك بتعمل تمزق للعضلات للالياف العضليه او تهتك للالياف العضليه. دي بتيجي ازاي؟ لما انت بتخش الجيم بتتمرن تمرين كويس بتعمل الالياف العضليه هايبرتروفي، يعني بتقطعها بتمزقها. عكسها الريكفري اللي هو الاستشفاء، ده بيجي فتره النوم. سادس مصطلح الايزوليشن والكومباوند موفمنت. الايزوليشن اللي هي تمارين العزل، كومباوند موفمنت يعني تمارين مركبه.
الايزوليشن يعني بتشغل عضله واحده بس من غير اي عضلات مساعده. الكومباوند عكسها، بتشغل كذا عضله في العده الواحده. تمام. سابع مصطلح البوست ورك اوت والبري ورك اوت، ممكن تسمعها كتير. البري ورك اوت يعني الحاجه اللي بتتاخد قبل التمرين، البوست ورك اوت الحاجه اللي بتتاخد بعد التمرين. البري ورك اوت زي مكملات الطاقه اللي بناخدها قبل التمرين اللي بتدينا طاقه. البوست ورك اوت اللي بتاخدها بعد التمرين، مثلا زي الوجبات او الاكل بتاعك او التغذيه ايا كانت. وبكده اكون خلصت حلقه النهارده. يا رب الفيديو يكون فاتكم. معلش حلقه في السريع. لو عندك اي سؤال اكتبه لي تحت في الكومنتس. ما تنساش تعمل 3 حاجات: شير، لايك، سبسكرايب، واستنى الحلقات الجديده. سلام.